سقوط صاروخ يمني في منطقة شرم الشيخ المصرية. مين بقى اللي المفروض يحقق في الموضوع؟ طبعا الجيش المصري، الشرطة المصرية، الرئاسة المصرية، تصدر بيان، تستدعي السفير، تطرد سفير، تشجب وتحجب وتنجب وتعمل اي حاجة، اي خرف الطرطرة يعني، الحاجات اللي بتتعمل في المناسبات السعيدة اللي زي دي. طبعا احنا ما سمعناش عن الموضوع اصلا. احنا كمصريين اوبجكت مفعول بنا حضراتكم لا مؤاخذة، احنا اسفين. ما سمعناش على الموضوع ده اصلا غير كخبر بتنشره الجرايد المعارضة طبعا، وعن لسان او عن مصدر في اذاعة الجيش الاسرائيلي. والجيش الاسرائيلي يبدأ باجراء تحقيق. تحقيق لايه؟ هل وقعت هي في الأراضي الفلسطينية اللي هو محتلها؟ لا خالص. امال وقعت فين؟ في شرم الشيخ. مش شرم الشيخ دي هي اللي في جنوب سيناء؟ هي اللي في جنوب سيناء. امال ايه يا ولاد القصة دي؟ امال ايه اللي حاصل؟ ليه الجيش الاسرائيلي ايه علاقته بالموضوع؟ ايه علاقته بالموضوع؟ زي علاقة الجيش المصري بالظبط بالحرب. هو ايه علاقة الجيش المصري بالجيوش؟ ولا حاجة. ده اسمه جيش، وبيعمل كفتة وبينتف حواجب النسوان وبيعمل حلاوة للنسوان وقاعات أفراح ومتعهد رقصات ومتعهد مميسات زي ما انتوا شايفين كده، ومتعهد طبعا مخدرات ومغرق البلد كلها بالمخدرات. هو ده الجيش المصري. فهمتوا؟ انتوا سمعتوا ان الجيش المصري اتكلم في الموضوع ده اصلا؟ لا. فتح تحقيق في الموضوع ده؟ لا. طلع بيان؟ لا. المتحدث العسكري الصامت القامت الكازز على نفسه اللي عامل وشه ودقنه حلاوة طلع قال للسيسي هون على نفسك يا فندم. طلع قال لنا احنا صاروخ يمني وقع في شرم الشيخ اللي هي يعني معقل السياح والسياحة أو المتبقي من السياحة في مصر. هل قال لنا مثلا الكلام ده حصل ليه؟ لا، ولا عرفنا. هل قال لنا مثلا ايه اللي هو هيعمله؟ يعني ايه الإجراء مثلا اللي الجيش هيعمله؟ لا، مش هيقول لنا. احنا مجرد طراطير ما نعرفش اي حاجة عن البلد. حاجات بتتباع، حاجات بتظهر، حاجات بتختفي، صواريخ بتتضرب على البلد. إسرائيل تطلع إعلان أو بيان في الصحف بتاعتها إن هي عملت 100 غارة في سماء شمال سيناء بموافقة المعرس عبد الفتاح السيسي، ومحدش يرد. يعني لا حد يستدعي سفير، ولا حد يشجب ولا يحجب ولا يتكلم ولا ينطق، ولا الإعلاميين المعرصين بتوع الإخوان والبدنجان اللي هم كل ما حد يتكلم يقولوا أنت إخوان أنت إخوان، ولا حد فيهم طلع يتكلم. كل واحد فيهم عامل نفسه ميت. اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك عرس بقرنين. بلد أساسا أتلفها التعريس. البلد دي بالكامل اتدمرت خلاص وما بقاش منها رجع.